السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بحياتي حكايه. قبل ما نبدا لكم في القصه نتمنى ديروا اشتراك على القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد حتى على القناه، ونتمنى تدعموني بواحد الاعجاب اللي ما كتكلفكم بحتى شي حاجه، ولكن انا كتشجعني بزاف باش نعطيكم اكثر. اللي عندها شي حكايه ولا شي قصه ولا شي مشكل تصيفطوا ليا في الانستغرام، الرابط ديالو كاين في اول كومونتير على القناه ديالي. خليني نبدا لكم في الحكايه ديال اليوم. كتقول مولات القصه: السلام عليكم، انا سميتي رحمه، في عمري 20 عام. كبرت في العربيه ما بين جوج خوت وجوج خواتات. بابا تقاتل بزاف باش يكبرنا، كان مهلاي فينا بزاف، كيخدم الليل ونهار باش يجيبها لينا حلال. ماما كانت ربة بيت، كانت حنينه بزاف فينا، وفي نفس الوقت عندها شخصيه قويه. كانت ديما كتقول لنا خليو راسكم الفوق، وخا ما عرفت اش يطرا عمر شي واحد يحقركم ولا ينقص منكم. بحكم كان بابا كيحماق عليها، ملي بغى يتزوج بها موقفات ليه في طريقه، ما كانتش باغياها. المهم خرج من دارهم على اساس باش يتزوج بماما. كانت مو متسلطه بزاف، كانت معيشاهم العذاب. المهم ملي خرج من عندهم وتزوج ماما عاودوا حياتهم من الصفر. كانت دائما كتجي مو عند ماما من بعد ما سولات وعرفاتهم فين ساكنين. كانت دائما كتجي عندها وكتبقى تعاير فيها كل نهار وتقول لها اش درتي لولدي حتى خلاني على قبلك، يا الفاعله يا التاركه. اكيد ماما ما كتسكتش ليها، حتى هي كترد عليها. وجدتي ديك الوقيته كترجع لدارها ديما باكيه. شحال من مره كنعقل على راسي ملي كنت صغيره كنشوف جدتي كتجي الدور من جهه دارنا وكترشي حوايج حدا الدار. موراها بابا كان دائما كيخرج من الدار، كيجي من بعد 3 ايام، بعد المرات كتوصل حتى لشهر. كانت ماما كتحضر علينا دائما حتى كيجي بابا. ما عمرها تشكات، ديما مسكينه كانت صابره وكتقول لنا عمر تخليو شي واحد يحقركم. المهم دازت الايام، وصلت للتاسعه بحكم اللي ساكن في المدينه. خرجت من القرايه، بقيت جالسه في الدار. مشات الايام وجات الايام حتى لواحد النهار جات صاحبه ماما عندها وهي تقول لها راه ولد اختي جا عندي من المدينه وشاف رحمه داك النهار ملي سخرتيها عندي وسولني عليها. قال لي ناوي تزوج شي بنت تكون داخله سوق راسها درويشه. انا قلت ليه واخا نمشي نهضر مع ماما ونشوف. وجيت عندك. صراحه هو خدام في المدينه وعنده السكنه مع عمو، ما نحتاجش نشكرو ليك، راه مربي على يدي. جاوبتها ماما وقالت لها مرحبا، الله يدير لي فيها الخير. دازت سيمانه حتى كنسمعوا الدقان في الدار. كان بابا وخوتي خارجين، انا كنعجن. مشات ماما حلات الباب، كنسمع دخلي مرحبا بك راه كاينه. جات لعندي ماما قالت لي غسلي يديك بنتي وتبعيني. انا غسلت يديا وتبعتها حتى كنشوف مرا كبيره في السن بقات كتشوف فيا. سلمت عليها ومشيت نحط الصواب. حتى كنسمعها كتقول لماما راه ولدي عجبات بنتك، وقال لي سري هضري مع الناس. ماما قالت ليها مرحبا، انا ما نزيدكم غير الخير، حتى يجي باها ونتشاور معاه. انا صافي غير سمعت المدينه وليت كنقول صافي هذا اللي بغيته. كنت باغي نخرج من هنا ونشوف المدينه والناس. المهم مشات السيده على اساس المره الجايه تجي هي وولدها باش يخطبوني رسمي من عند بابا. جا بابا في العشيه هضرت معاه ماما، قال ليها حتى يجيو الناس ونشوفهم ونسول عليهم ونشوف بنتي واش موافقه عاد نقرر. المهم دازت 3 ايام حتى كتجي السيده هي وولدها. كنت فاجئ انه كبير في العمر وامه هي اللي كتهضر عليه. قالت لماما شوفي ولدي راه ساكن معايا وهذا هو الشرط ديالنا، راه هو اللي هزني انا وخوتو. ماما ما عجبهاش الحال، ولكن انا صافي سمعت المدينه قلت هذا اللي بغيته. بحكم ان صحاباتي كلهم تزوجوا في المدينه وكيبقاو يجيو للدوار وكيعاودوا لي عليها. ايوا انا كنبقى نحلم باللي حتى انا شي نهار غادي يجي راجلي وغادي يديني للمدينه ونعيش حياه زوينه، ولكن للقدر راي واحد اخر. مهم قلت لهم موافقه. دوزنا فتره الخطوبه بخير وعلى خير. داز شهر درنا العرس. دار لي بابا مسكين احسن عرس اللي خلى كل شيء يهدر عليه. المهم داك العرس مره فرحانه ومره كنبكي كيفاش غادي نتفارق مع ماما وبابا. المهم سالينا داك العرس بخير وعلى خير.
رحت لداري صباح هما اللي دارنا جايبين ليا الفطور ديال الصباح. ايوا خواتاتو كيبانوا ليا جالسين بحال المعروضين طالقين ولادهم وكل وحده دايره رجل على رجل. قلت مع راسي اويلي، زعما هادو خصهم ينوضوا يشقاو شويه، راه دارهم هادي. وحيت انا يلاه تزوجت ما يمكنش نشقى، بقى حتى الحنه ما تمحات ليا من ايديا. مهم شفتهم ما بغاوش ينوضوا، نضت مع ماما وخواتاتي نشقى. قلت ماشي مشكل. سالينا داك النهار لقيت راجلي ظريف الله يعمرها دار، الصراحه عاملني معامله زوينه وكيبقى عليا شنو خصك شنو نجيب لك. واحد الصباح فقت جويه ديك التسعود بقيت شويه شاده التليفون ديالي حتى كنسمع الباب كيتخبط عليا وكتحل عليا عدوزتي الباب. قلت ليها اويلي خالتي مالكي؟ قالت لي نوضي راه عندنا التخمال هاد النهار، ديك الصاله اللي ضلوا كيشوفوا فيها داركم ولات حالتها. انا قلت ليها اش من دارنا، راه ولاد بنتك هادوك اللي كانوا كيشتفوا فيها. انا جات عندي غير ماما وخواتاتي النهار كامل هما واقفين تيشقاو وانا كنعاونهم، بقى حتى الحنه ديالي ما تمحات ليا من ايديا. مهم بقات كتشوف فيا هكاك ما صابت ما تقول ومشات كتصوت. انا قلت ماشي مشكل، على وجه راجلي النوض. نت داك النهار السيده جبدت ليا الصالونات جبدت ليا الزرابي. المهم تقولي السيده كانت تسناني غير انا نجي باش تجبد الدار كامله. حتى سالينا كل شي جويه ديك السبعه د العشيه. قلت مع راسي نوض نغسل عليا حتى كتوقف عليا اش كديري؟ قلت ليها وخالتي ومن الصباح وانا واقفه بغيت غير ندوش شويه. حتى كتقول لي لا انا اللي غادي ندخل ندوش وغادي تتبعني بنتي فلانه وولدها، انت سيري بدل عليك وصايبي لنا شي كاس د اتاي. قلت ليها واخا خالتي. خليتها يا اختي حتى دخلات. صيفط ميساج لراجلي قلت ليه راجلي حبيبي انا من الصباح وانا كنخمل وعرقت بزاف، انا غنهز لك شي فلوس من الماريو ونمشي للحمام. جاوبني وقال لي واخا سيري. ايوا قلت مع راسي ايه اليوم بيا ولا بيك. ايوا يا لالا خليتها حتى دخلات للدوش، مشيت هزيت صاكي ولي برودوي ديالي مع دايرهم في بيتي. مشيت لك يا لالا للحمام شديت الكساله واحد التحمحيم مبرعه. خرجت من الحمام دزت كليت مع راسي حتى كنرجع بالليل. غير حليت الباب لقيتها كتسناني الشاعله. قالت لي ياك اختي وليتي كتخرجي بلا ما تعلمي؟ وداك الراجل اللي جايبك مزوج بك لهنا مونيكا هو؟ وانا قلت لك عمري اتي وانتي مشيتي خرجتي بلاتي والله ويجي حتى نقولها ليه. انا قلت ليها بكل برود خالتي راجلي حبيبي هو اللي قال لي هزي الفلوس باش تمشي للحمام وشدي لك الكساله حيت عييتي اليوم بزاف ودوزي كولي لك شي حاجه حيت غادي تخرجي من الحمام فيك الجوع. وطلعت لبيتي. المهم خليتها غير حله فمها ما عرفت باش تجاوب. ايوا دازت الايام وراجلي مهلي فيا النيت. انا كنحاول نعاون بداكشي اللي قديت عليه واللي ما قديتش ما كنديروش. كتضل تغوت النهار كامل وتعاير وانا ما كنديهاش فيها، ولكن ملي كتفوت معايا الحدود كنعطيها جوابها، ما كنقللش عليها الاحترام ولكن في نفس الوقت ما كنسكتش ليها. كنت مرا سلطويه بزاف وحتى انا ما كنخليهاش تعسف عليا، وغير كتعصب كتبقى تحلف فيا وتقول لي والله حتى نقولها ليه والله حتى ما نرتاح حتى ما يبقاش يشوف في وجهك. وانا غير كيجي كنلبس كنتريح وكنبقى بالكلام الزوين عليه حتى كنسيه في كل شيء. تخيلوا يا البنات غير كيدخل كتبقى تغوت مو وتبكى عليه وتشكى عليه، فلانه دارت ليا فلانه فعلت ليا فلانه ردت عليا الهضره. ما كتطلع عندي حتى كيكون السيد شاعل وانا غير كيدخل عندي معصب يالله كيبغي يغوت. كنقول له ارتاح بعدا عاد نهضروا، وكنبقى عليه بالكلام الحلو حتى كينسى كل شيء، كينسى راسو اصلا لا جا. شوفوا البنات نعطيكم وصيه، ما عمري دخل الراجل عندك وتبقاي تنقري عليه امك دارت اختك دارت، هو راه ما غيشوفكش ضحيه غيشوفك ما مفهمش مع عائلته، واصلا هو عنده الخدمه طالع عليه في راسو بالمشاكل اللي فيها. ما تزيديش حتى انتي صافي ما تسكتيش على حقك، ما تخلي حتى واحد يديرك تحت الصباط، دافعي على راسك ولكن بكل احترام. خلي تربيه والديك تقر فيك، ملي يدخل عندك الراجل
اهتمي بيه، فرحي بيه، عطيه ابتسامة على وجهك، ديري ريحة زوينة، كوني نقية، تلقي ليه بالموسيقى، قولي ليه كلام زوين، خليه ينسى الهموم. اختي واخا ما عرفت اش يقولوا عليك، غتبقي في عينو ديما انت كبيرة، وتهلاي فيه. كوني اكيدة انه غادي يولي كيحماق عليك، واخا ما عرفت اش تقول ليه همو عليك، ديما غتبقي في عينو انت هي المراه المؤدبة، انت هي المراه الزوينة. المهم دازت الايام، حتى لواحد الصباح كنحس براسي ماشي هي هذيك، في الدوخه والردان. صافي انا ما تسوقتش، قلت يمكن غير عيانه وصافي. دازت 3 ايام تزاد عليا الحال بزاف، شكيت مشيت درت التست حتى كنلقى راسي حامله. فرحت بزاف وما قداتني فرحه. مشيت عند دمالين الدار كنغوت وكننقز، لقيتهم مجموعين على الطبله ديال الفطور، حتى كنفاجئهم بالخبر. راجلي الدار بالفرحه وكيعنق فيا، وكنشوف عدوزتي كتشوف فيا غير بنص عين. والله يا البنات حتى مبروك ما قالتهاش ليا، قالتها لولدها وكملت الفطور ديالها، انا ما تسوقتش ليها. مهم كنحس بها مفقوصه. مهم داز الوحم ديالي، راجلي اي حاجه تشهيتها كيجيبها ليا، ولكن وليت كنعيا بزاف. واخا هو قال لي صافي حبسي من الشقه وديها في راسك، باقا العدوزه كتوقف عليا مع 8 د الصباح وتقول لي نوضي تشقي وطيبي. انا جاني الوحم صعيب بزاف، والله ما نكذب عليكم. ما كاينش اللي يقول لي شنو تشهيتي ولا اش بغيتي، والو. الشقا وتماره والتكرفيس. ايوا داز ديك الحماله باش معط الله. مشيت ولدت في الكلينيك. ايوا من اللي سمعوها بغاو يموتوا. جاو عندي للكلينيك ماشي باش يفرحوا بيا ولا باش يجيبوا لي نفاسي، لا يا لا، غير باش يقولوا لي مالك جرى ولدنا لهنا باش يخسر عليك زباله الفلوس. انا شفت فيهم وشدني الطياره ديال البنج. قلت لماما عافاك الا بغاو يشوفوا ولدهم مرحبا، ما بغاوش يخرجوا عليا. ايوا حتى ماما ما خلاتش من جهدها، قالت لهم سيروا عند الفرمليه توريكم ولدكم يلا، بنتي باغا تنعس. ايوا جراتهم كاملين وخرجت معاهم وطفات عليا الضو. مشيت لداري، ما استقبلوني بزغاريت، ما تعرضوا ليا، غير ماما وخواتاتي اللي في الباب، وهما كل وحده شاده في القنت. مهم دوز داك النفاس ديالي والسبوع غير بالغدايد، شي كيشرق شي كيغرب، حتى لواحد النهار بقى في النفاس ديالي. جالسه كنردع ولدي شويه تحت الغدا، حتى تولدي ومشيت نتغدى. سالينا الغدا ناضو كاملين، حتى عجوزتي كتضرب الطبله برجليها وكتقول لي تقعدي جمعي الطبله، شتك ارتاحيتي بزاف. ايوا حتى كيبان ليا راجلي من واحد الشرج من وسط الدار جاي، بغيتو يحضر الكل شي ويشوف اش كيطرا فيا. قلت ليها غدا عند ولدي غيفيق ويبدا يبكي. انا جلست كنمثل باللي ضرني شي حاجه في كرشي وشاده كرشي، حتى كيدخل وهي عاطيها بالظهر. شدتني من درعاني وقالت لي شوفي نقول لك، عندك يسحب لك والده لينا مولاي السلطان، هانا راني والده 4 وما درتش حالتك، وديك زباله الفلوس اللي خلص عليك ولدي في الكلينيك، وهاد الايام اللي مرتاحه ليا فيهم وانا كنشقى عليك، والله حتى نخرجهم منك. ايوا ولدها سمع كلشي على ودنيه، وانا دايره فيها مسكينه بحال ما عمرني ردت عليها ولا جاوبتها. ايوا انا زدت شديت كرشي وكنتوجع. جا ولدها كيجري عندي، حيد ليها يديها من درعاني وقال ليها ياك امي انتي، هذه هي الامان اللي حطها عندك، اللي زعما انتي مولات العقل. قالت له اش من عقل خلات ليا، وقت ما نهضر معها تخرج فيا عينيها. قال لها لا الوالده، انا كنشوف بعينيا انت اللي كتغوتي عليها وهي مقصحه، وكتشوفي فيها مقصحه وما بقاتش فيك زعما، وانا كنقول مالها ولات هكا، جبتيها من دارهم كي الوريضه، شوفي كيفاش رديتيها، واش ترضي هاد الشيء على بنتك؟ ايوا العدوزه هبطت راسها وما عاوداتش الهضره. داني داك العشيه راجلي، خرجنا تسارينا، شرا لي حويجات، وانا راجعه بحوايج جدد ضد فيهم. دخل عند مو شاد ليا في ايديا وقال ليها الوالده انا من الشهر الجاي غادي نخرج نكري. ايوا غير سمعت العدوزه هاد الهضره طحت على ركبيها، بقات كتغوت صافي دوراتك عليا، وليتي باغي تسمح فيا. مشى عندها ولدها قال ليها هذا قرار قررته وما غنرجعش فيه. كنت شوفوني البنات ديك الوقيته انا الفراشات كيطرقصوا ليا في كرشي. ايوا قال ليها مصروفك غيوصلك حتى لعندك، وانا غنبقى نجي عندك كل سيمانه
وانت وقت ما بغيتيني مرحبا بك. هكذا غتهني انتي وغتهنى حتى هي. ايوا يا البنات، جرني من يديا وطلعنا للبيت بجوج. دازت ديك المده، راجلي قال لي عافاكي حاولي تفاديها، كيجيب لي ما كلتي حتى لعندي. ايوا وليت عايشه في بيتي الحياه، حتى الكاس الاخر كنشرب فيه وكيديه ولدها تغسلو. ايوا دازت شهر حتى راجلي كيقول لي لبسي عليك تختاري بين جوج ديور. مشيت وانا فرحانه وما قداني فرحه. المهم اختاريت، كرينا دار زوينه ونقيه، دينا ليها البيت النعاس ديالنا وحنا كنخرجوا. امو كتصوت. ايوا لقيتو شاري شي فراش قليل ولكن ماشي مشكل. اللهم بيت بوحدك على الضص عايشه فيه اميره ولا قصر مرمده فيه. ايوا سكننا وراحت البال، ما تخيلوش شحال ارتاحيت. دازت الايام بقينا كنفرشوا شويه بشويه حتى رديت داري كي الكاس، كلشي زوين كلشي متول. ها مو جايه عندي، قال لك لا بغاو يباركوا ليه. المهم جاو رحبت بيهم. ايوا السيده غير كتشوف ليا في الركاني وكتخنزر، انا صافي ما ديتهاش فيها. السيده ولات كل شهر جايه جالسه عندي ودايره رجل فوق رجل. انا كنقول ماشي مشكل، اللهم يومين في الشهر ولا تمرمد كل نهار. ايوا يا البنات، هذه هي القصه ديالي. اعزائي المتابعين، هذه كانت القصه ديال رحمه. نتمنى تخليو ليها تعليقكم الزوينين بحالكم. هي شخصيا كتطلب الاراء ديالكم كيفاش دير تصرف. المهم ما تنسوش تدعموني باش تشجعوني اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله.